يوم الجمعة الماضية وفي منطقة الزبداني قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على الشرطيين سامر خالد عريق ومحمد علي الشواف، ما أسفر عن استشهادهما. المجرم عبد المجيد كنعان من الزبداني يتحدث عن مشاركته بالجريمة. اسمي عبد المجيد علي كنعان، مواليد 1980، دارس للصف الثامن، بشتغل بمحل الخضرة. اجى لعندي يوم الخميس المساء 26/5 احمد باصيل ومؤمن باصيل، وسألتهم شو الاوضاع، هديت؟ قال لا، انا بكره بدي اخلي لك اياها تشعل وتفوت الدبابات، وبدي اخلي العالم تقوس على بعضها بكره وعلى رجال الامن، وخلي يوقع دم في البلد وكل العالم يصير تاخذ طارات بعضها. هاج لسه العالم مستجبنه ونايمه. اجى نهار الجمعه قبل الصلاه قال لي، اجى لعندي قلت له شو في شيء؟ قال ايه في مظاهره. انا بهالحاله هيدي سكرت المحل ودليت رايح على البيت مع جنب المحل. قاعد بالبيت في برندة بتطلع على ستار الجامع، طلعت العالم وما في شيء، تجمعوا لحد بعاد عن الجامع شو 100 متر، وصرخوا كلمة لا إله إلا الله وبلشوا يعملوا مظاهرة. والمظاهرة يعني شغلة 20 ولد 25 ولد صغار حاملينهم حجار وصاروا يراشقوا على رجال الشرطة. تدخلت الكبارية والوجوه تبعت البلد انه رجعوا انتوا لورا ونحن عن حلها. رجع الامن بالاول ومشيت المظاهرة، عادت ترددت المظاهرة ورجعت بدها تحتك مع الامن. بهالحالة هيدي هن عم يحتكوا مع الامن، في ابو محمد عواد كسر بلوكي وضرب على تبعات الامن. بهالحالة هيدي هو صار بده يقاوم وبده يرمي الفتنة، بده طلع المسدس وقوس وقتل عسكري من العساكر قدام صيدلية جمانطة الطريق، وفزوا هرب. وقع الفرد من ايده، حملت الفرد قام قوست. هومي هجم حسين زليخة وجاي من فوق وبايده مسدس وبلش يقوس على الامن. ويروي عناصر الأجهزة الأمنية كيفية تعرضهم للهجوم الغادر في الزبداني من قبل العصابة المسلحة. تاريخ 27/5/2011 كلفنا بمهمة لمنطقة الزبداني. أثناء وجودنا بمنطقة الزبداني جنب جامع الجسر، انتهت الصلاة، طلعت المصلين من الجامع، فاجتمعوا تقريبا حوالي شيء 150 ل 200 شخص تقريبا، وصاروا يرددوا هتافات ضد الدولة. فنحن كنا واقفين تقريبا على جنب وعم نتفرج عليهم، واجتنا تعليمات من الضباط انه اتركوا لا حدا يحكي معهم، خلوهم هيك براحتين. فهانت يعني الوضع ما عجبن انه نحن ما استفزيناهم، ما دخلنا معهم او اشتبكنا معهم، فهون صاروا يرمونا بالحجار. فلما رمونا بالحجار نحن جماعة المتاريس وقفت وصارت تصد الحجار عننا. فهالوضع هذا كمان زاد الوضع سوء، انه كان نحن عددنا قليل ومستغلين انه ما معنا سلاح وطالعين مهمين بدون سلاح، وان كانوا تقريبا دارسين الوضع، يعني انه الناس هذه وعناصر الامن طالعه بدون سلاح. ف يعني قوه اكثر واكثر وهجموا علينا. فلما صارت المسافه تقريبا بيناتنا شيء 5 امتار، يعني توزعوا قسم هون وقسم هون، وطلعوا 2 من بيناتهم وسعوا لهم طريق وصار يطلق النار علينا. انصابوا 4 من زملائنا، واحد كانت اصابته خطيره استشهد بلحظتها يعني. اسعفنا البقيه واجا بدهم ياخذوا واحد من المصابين اللي معانا، فنحن ما سمحنا لهم، وصار يعني مشاده بيننا وبينهم على هذا. فاجا صار اطلاق نار من بناء مقابل الجامع، مثل رشه روسيه، بارودة روسيه او هيك شيء. بتاريخ 27/5/2011 كلفنا بمهمة حفظ نظام الأمن والممتلكات العامة والخاصة بمحافظة ريف دمشق منطقة الزبداني.
وكان تجمعنا بجانب جامع الجسر. بالساعة 1:30 عند خروج المصلين من الجامع تجمع حوالي 200 شخص بساحة الجامع، وقاموا بإطلاق الأحجار علينا بشكل كثيف، وبعدها قاموا بقسم أنفسهم لقسمين، وظهر من بين الجماعة شخصين بحوزتهم مسدسات حربية وقاموا بإطلاق النار علينا، مما أدى إلى إصابة 4 من زملائنا وواحد منهم استشهد. وبعد استشهاده قاموا بإطلاق النار عليه من بارودي روسي وبارودي بوبكشين كانت مواجهة للساحة اللي بالجامع. أما المجرم ناصر صبح شاهين فيعترف فيما يلي عن مشاركته وجرائمه في درعا ضمن عمل العصابات الإجرامية المسلحة التي روعت المواطنين الآمنين. اسمي ناصر صبح شاهين، مواليد 1980، دارس الصف الثامن، بشتغل بأعمال الحرة. في شخص دعاني للمظاهرات وأعطاني مبلغ 2000 ليرة أول مرة و3000 ليرة ثاني مرة، وأعطاني شنتيانة اسمه رفعت عبد الله وشعارات نادي بالحرية وبنروح بالدم نفديك يا درعا ويا دوما، وكنا نكسر محلات وسيارات. اجتمعنا عند الشيخ أحمد العلي بالست زينب أنا ورفعت ومحمد، واتفقنا نروح على نوى. أخذونا بسيارات على نوى، وهنيك قابلنا أبو خلدون يوزع على الشباب أسلحة، أعطى رفعت عبد الله أعطاه بندقية، وأعطى الشيخ أحمد العلي بندقية، ومحمد الأمين كان معه مسدس، وأنا كان معي شنتيانة وبمبكشن. وبلشوا جماعة أبو خلدون إطلاق نار على مفرزة الأمن، وقتلوا العسكري. جماعة أبو خلدون قتلوا العسكري اللي يحرس باب المفرزة، ودخلوا عليها من الباب الخلفي وقتلوا العناصر الموجودين، وأجهزوا عليهم ومثلهم بجثثهم، وأخذوا عنصرين من المفرزة وما بعرف وين أخذوهم لجهة مجهولة. كويس. رفعت شو سوى؟ تحكي رفعت الشيخ كيف مسك الجثث؟ أبو خلدون كيف هيك يعني الأشخاص هو دخلوا لهونيك على المفرزة هونيك وشو سوى؟ مادة البنزين وحرقوا. بس لحظة خذ راحتك.